نعرف بس شاركتوا ليه النهارده؟ ايه؟ شاركتوا ليه؟ طلباتكم ايه النهارده ان انتم مشاركين؟ طبعا الحكومه ما اتغيرتش، الحكومه واحمد شفيق ما اتغيروش. لسه ما فيش حاجه. وزير الداخليه كان لسه طالع بيقول من يومين انه اللي كان بيضرب نار لسه هم عناصر اجنبيه، لسه مش عايزين يعترفوا بغلطهم. لسه في ضباط نار لسه في ضباط داخليه بيضربوا نار على السواقين في الشوارع زي اللي حصل امبارح. لسه مفيش حاجه اتغيرت، مفيش حاجه حصلت. قانون الطوارئ لسه موجود، كل حاجه زي ما هي. طلبنا برحيل النظام، رأس النظام بس هي اللي رفضت، ورأس النظام لسه في شرم الشيخ وهي اللي بتتحكم في مصر. لسه شفقة الشريف ما اتحكمش، وشفقة الشريف معروف ان هو اكبر راس فساد في مصر كلها، واحنا عايزين حق الناس اللي ماتت يرجع. ضباط الشرطه ما اتحكموش ليه؟ يعني ايه بعد اللي حصل كله في ضباط الشرطه ويجي ضابط شرطه يقتل واحد امبارح؟ ايه الفجر اللي هو فيه ده؟ وصلوا لمرحله الفجر. لازم الشرطه تتعاقب، لازم الشرطه تعرف ان هي مش اعلى في القانون، لازم رئيس الحكومه اللي هيجي يعرف ان هو بياخد مرتبه من ضرائب الشعب، احنا اللي بندفع له مرتبه. لازم نظريه ان رئيس الحكومه هو بابا، لا رئيس الحكومه مش بابا، رئيس الحكومه بياخد مرتبه من ضرايبي انا، يعني بيشتغل عندي انا. لما يقتل اخويا ما يبقاش ابويا. حسني مبارك مش ابويا، واللي هيجي بعد كده مش هيبقى ابويا، واي حد اذنب لازم يتعاقب. وحسني مبارك دوت مجرم لازم يتعاقب. لحد دلوقتي ما فيش ولا ضابط اتعاقب. الضباط اللي ضربوا نار على الناس في المظاهرات راحوا فين؟ ما اتعاقبوش ليه لحد دلوقتي؟ لسه ما فيش ولا واحد فيهم اتفتحت له قضيه لحد دلوقتي. يعني ايه لما يستضيفوا اثنين ضباط ملازمين ويقولوا احنا ما ضربناش نار؟ انا باكد لك اللي ولا واحد من المجندين معاهم رصاص. امال مين ضرب عليه دلوقتي فين؟ امال مين ضرب علينا رصاص؟ احنا نازلين يوم 25 مظاهره سلميه، بنقول لهم سلميه سلميه، جت ضابط رتبه كبير بيقول لنا يلا المخرجين يروحوا. ضربنا بقنابل مثيره للدموع، ضربنا برصاص مطاطي، ضرب علينا رصاص حي. اطفال عندها 16 سنه ماتت قدامنا برصاص حي، يقول لك ما حدش ضرب رصاص حي. لا، اهالي الشهداء هم اللي وقفوا ضربوا علينا رصاص حي، هم اللي موتوا نفسهم. لحد دلوقتي طالع وزير الداخليه محمود وجدي بيقول يا جماعه اللي كان بيضرب نار في التحرير عناصر اجنبيه. يا جماعه انتوا لسه بتضحكوا علينا لحد دلوقتي ولا بتضحكوا على نفسكم؟ عناصر اجنبيه ايه؟ دي ناس مصريين كانوا ماشيين في الشوارع، والفيديوهات صورت العساكر بتوع الشرطه اللي انسحبوا من الارض طلعوا فوق السطوح عشان يضربوا الناس بالنار. عناصر اجنبيه دي بتضحكوا على مين لحد دلوقتي؟ لسه مفيش حاجه اتغيرت، ثورتنا لسه ما عملتش حاجه. احنا نقلنا حسني مبارك من القاهره لشرم الشيخ، ادي كل اللي حصل. عشان كده لسه بننزل ومش هنبطل ننزل لحد اللي احنا عايزينه ما يحصل. وائل الجمعي راح فين؟ الموت 8 في شارع احمد ابو اسماعيل، راح فين؟ ما سمعناش حاجه. احنا اللي نعرفوه 8 من شارع 20 ضربهم بالنار، راح فين وائل الجمعي؟ فانوا حته. انا سمعنا بالسحاب فين الحكومه فين ضبط مدير امن دمنهور والفيديو دوت موجود على اليوتيوب بيشتم وبيقول المتظاهرين هيديهم بالجزمه، وبيقول ان الشرطه هم اسياد الشعب. احنا هنعرفوا مين هم الاسياد. البلد دي للشعب، البلد دي مش للحكومه. مدير امن دمنهور لازم يتحاسب، القوات المسلحه لازم تجيب مدير الامن ده تعرفه مقامه. بيقول ان هو قال ان وزير